مولاي حفيظ العلمي، فنان العود ومهندس الصفقات المالية. ولد مولاي حفيظ العلمي بمدينة مراكش سنة 1960. درس نظم المعلومات في كندا، وعمل مستشاراً بوزارة المالية في مقاطعة كيبيك قبل أن ينتقل إلى العمل في إحدى شركات التأمين. لكن القصة الحقيقية لبروزه بدأت عند عودته إلى المغرب، حيث تقلد مناصب رفيعة، من أبرزها وزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي التي شغلها لعدة سنوات. عاد مولاي حفيظ إلى الواجهة مؤخراً بقوة من خلال صفقة استحواذ ضخمة قامت بها مجموعته سهم على فروع الشركة العامة بالمغرب، والتي أصبح اسمها الجديد سهام بنك، في خطوة قد تعيد رسم معالم القطاع المالي الوطني. لهذا لم يكن غريباً أن يطالب عدد من المغاربة في وقت من الأوقات بأن يتولى رئاسة الحكومة، نظراً لما يتمتع به من كفاءة وخبرة في كل من القطاعين العام والخاص. مولاي حفيظ ليس إدارياً تقليدياً، بل هو رجل أعمال بارع بملامح هادئة وعينين خضراوين، يتقن تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الأفكار إلى بنوك وشركات واتفاقيات استثمارية. إضافة إلى ذلك، فهو فنان يجيد العزف على آلة العود تماماً كما يجيد إبرام الصفقات. في نظركم، هل ما زالت السياسة في المغرب بحاجة إلى رجال مثل مولاي حفيظ العلمي؟